واول ماتشات الدوري الفرنساوي النهارده معانا نانت ولوريال. يعني تعتبر فرصه اخيره لنانت ال 15 في الدوري بيلعب ال 13 لوريال عشان يخرج من قاع الدوري، خصوصا انها فرصه يعني انها لسه صعبه. يبقى هنقول فوز او تعادل نانت عشان نبقى احنا في الامان. نروح لاخر مباراه معانا يوم السبت في الدوري الفرنسي، مباراه بريست وليون. المباراه توقعها صعب، ليون في المركز ال 15 بيلعب بره ارضه، وبريست التاني الدوري. فهنلعب هنا على أهداف، هنتوقع مجموعة أكتر من 1.5 هدف في المباراة. طبعا معانا أول ماتش في الدوري الإيطالي، ميلان مع فيرونا. طبعا مش عايز أقول لك قد إيه ميلان وقع أسايم، فعشان كده هنختار سيفوز ميلان في أحد الأشواط. عايز تعملها فوز ميلان على مسؤوليتك براحتك، بس هي سيفوز ميلان في أحد الأشواط. هنروح لماتش ساسولو واليوفنتوس، تاني ماتش معانا النهارده في الدوري الإيطالي. الماتش مش مضمون لدرجة كبيرة، زي ما انت فاكر اليوفي بيلعب بره ارضه، وانتوا عارفين الدوري الايطالي. هيبقى سيفوز اليوفي في احد الاشواط، ده التوقع بتاع الولف، التوقع بتاعنا. نيجي الماتش لاتسيو ومونزا. لاتسيو طبعا 15 على الدوري، مونزا ال 14. لاتسيو عايز يخرج وبيلعب على ملعبه، بس احنا هنعمل احتياطاتنا برضو. هنقول لاتسيو الفوز او التعادل. اول ماتش معانا من الدوري الهولندي، فولندام وهيراكلس. فولندام ده الاخير وهيراكلس العاشر. فولندام خسر كل ماتشاته اللي لعب 4 ماتشات، هيراكلس كسب 2 وخسر 2. اتغلب ال4 ماتشات. فولندام مش كلهم مش من فرق تقيلة يعني، فبنقول نتوقع ان فوز او تعادل هيراكلس. على فكرة الكود اللي تحت كود الرهان، والقود قود الحدث. نروح لماتش نيمشين واوتريخت. ماتش متقارب جدا، وفرقة 13 نيمخن وأوترست 15 على الدوري. ده هنتوقع له مجموعة أهداف متتالية بواسطة فريق واحد، 3 أو أكتر. لا. نروح لماتش إلميري سيتي وأندهوفن. ماتش طبعا مضمون 100% لصالح أندهوفن. أندهوفن أول الدوري، إلميري 17 قبل الأخير، واخد النقطة بس من 4 ماتشات اللي فاتوا. يبقى هنقول فوز أندهوفن. نروح لآخر ماتش معانا في الدوري الهولندي بكرة، هيرنفين مع اكسلسيور. هيرنفين ال11 بيلعب مع اكسلسيور التاسع. اكسلسيور ده ما دخلش فيه 3 اهداف غير مرة واحدة قبل كده، وكان مطرود منه واحد وكان جايب جول، يعني ما دخلوش ورا بعض. فبنختار عدد من الاهداف متتالية التي حققها فريق هيرنفين اللي هو فريق واحد او اكتر، هنقول لا. 3 او اكتر نقول لا.